تخيل لو صحيت الصبح لقيت بوست على الفيسبوك لصورة ليك وانت في مكان عمرك ما روحته، او فيديو ليك وانت بتتكلم لغة تانية خالص وبنفس نبرة صوتك. هل هتحس بالرعب ولا هتنبهر من التكنولوجيا؟ الحقيقة احنا بقينا في زمن الذكاء الاصطناعي اللي ممكن يخليك تعمل فيلم سينما وانت قاعد ببيجامتك في البيت. وده اللي خلاني احمل تطبيق بافو AI Image Video Maker بعد ما شفت اعلاناته اللي بتقول انه المعجزة القادمة. انا وصاحبي مازن قررنا نحط التطبيق ده تحت الميكروسكوب ونشوف هل فعلا هيطلع ابداع ولا هيطلع مقلب كبير ويضيع وقتنا. اول ما فتحنا التطبيق واجهتنا اول صدمة وهي الاشتراك الاجباري. لازم تشترك، اللي بيظهر في وشك قبل ما تقول يا هادي. الجمهور المستهدف هنا هو اي حد عايز يعمل محتوى ترند بسرعة او طالب عايز يخلص مشروع فني بضغطة زرار. لما بدأت اسجل انا ومازن، الحقيقة الكود ما وصلش في ثانية زي ما كنا متوقعين. استنينا دقيقتين وقررنا المحاولة لحد ما نطق وبعت رسالة التفعيل، ودي كانت اول علامة قلق. الواجهة من جوه شكلها شيك ومنظمة، بس لما بدأت أتحرك بين القوايم حسيت بتقل غريب في الموبايل، والأنيميشن بتاع التنقل مش أنعم حاجة في الدنيا، كأنه بياكل من موارد الجهاز بزيادة. خليني أحكي لكم أول موقف حصل معانا. مازن حاول يحول صورة قديمة لجده لفيديو بيضحك. النتيجة كانت مرعبة حرفيا، العين راحت في حتة والبق في حتة تانية، وكأننا بنعمل فيلم رعب مش فيديو للذكريات. وتطبيق هنج وقفل لوحده مرتين واحنا بنرندر الفيديو دوت. الموقف التاني كان لما جربت ميزة التحويل من نص لصورة. كتبت وصف دقيق جدا لرجل فضاء بيشرب قصب في السيدة زينب. التطبيق طلع صورة ملهاش علاقة بالوصف، جاب لي رجل فضاء في صحراء. كأن الذكاء الاصطناعي هنا بيألف من دماغه ومش فاهم اللغة العربية كويس. الموقف التالت بقى كان في ميزة تبديل الوجوه. جربنا نحط وشي على جسم بطل خارق والنتيجة كانت مقبولة، بس في غمامة أو زغللة حوالين الرقبة بتبين إنها تركيب رخيص جدا. لو هنتكلم ان هو فيه مميزات، هقول لك تنوع الموديلات. في موديلز كتير جدا فيه، في مكتبة كبيرة من ستايلات سواء انمي او سينمائي. ثانيا سرعة توليد الصور العادية مقارنة بتطبيقات تانية لو النت عندك قوي. ثالثا ميزة الفيديو افكت اللي بتدي لمسة سينمائية للفيديوهات الجاهزة. رابعا إمكانية التحكم في أبعاد الصورة سواء عايزها لليوتيوب أو التيك توك. خامسا التحديثات المستمرة اللي بيعملها المطور. واضح إنه بيحاول يلحق السوق بأي طريقة، بس للأسف العيوب تغطس المميزات. أول عيب هو الاستنزاف المالي. التطبيق غالي جدا مقارنة باللي بيقدمه، وتحس إن الدعم الفني نايم في العسل. لو حصلت لك مشكلة في الدفع، المطور مهتم بالشكل أكتر من الجوهر. والتعليقات تحت التطبيق بتقول يا ويلي يا ويلي. واحد كاتب إنه دفع اشتراك شهر والتطبيق فضل يظهر له إنه مجاني، بس هو ما شغلوش المميزات اللي هو عايز يفتحها. واحدة تانية بتصوت وتقول ان جودة الفيديوهات بعد التحميل مبكسلة ووحشة قوي. التحذير الاكبر هنا هو الاشتراك التلقائي. التطبيق ممكن يسحب من الفيزا لو نسيت تلغي الفترة التجريبية بطرق ملتوية. تخيل تتوه في الاعدادات عشان تعرف تلغي الفيزا اللي انت ربطتها، والتطبيق بيعمل كده فعلا عشان ما يخليكش تعرف تفصل الفيزا بتاعتك. التطبيق ده ممكن يحتاجه صانع محتوى مبتدئ عايز يجرب، او حد عايز يعمل كوميكس سريع لاصحابه، او شخص بيحب يستكشف التكنولوجيا بس مش محترف، او واحد بيدور على بديل سهل للبرامج المونتاج المعقدة، او حتى طالب عايز يهزر مع زمايله بصورة غريبة. بصراحة وبدون مجاملة، التطبيق لا يستحق التحميل في سعره الحالي وبأخطائه دي. هو مناسب فقط للي معاه فلوس زيادة وعايز يلعب بيها. تقييم النهائي 4/10 لأنه خذلني في الرندرة، والجودة النهائية والبدائل زي ريميني وكاب كات بذكاء اصطناعي بتقدم نتائج أفضل بسنين ضوئية وأضمن. هل تفتكروا تطبيقات الذكاء الصناعي ممكن بكرة تاخد مكان المصورين والمصممين والفوتوغرافر، ولا هتفضل مجرد لعبة بنضيع فيها وقتنا وخلاص؟ مستني رأيكم في الكومنتات. اللي جرب التطبيق وعنده أي رأي مختلف عن رأيي يكتب لنا في الكومنتات. سلام يا وحوش.